انا غلطت وفقدت عذريتي ومش عارف اسامح نفسي. بفتكر سذاجتي اني صدقت واحد متلاعب. ازاي اسامح نفسي وافكر بايجابيه؟ كون ان انت معترفه بغلطك دي حاجه ايجابيه، والنتيجه ان انت هتتحملي توابع غلطك شئتي ام ابيتي. مفيش مفر من تحمل التوابع، وبالتالي ده هيصعب عليكي ان انت تلاقي حد مناسب بالنسبه لك في ان انت يبقى شريك للحياه ويبقى في جواز ناجح في المجتمع العربي. بس ده مش معناه انه مستحيل. ما تقعيش في الفخ ده. الحاجه التانية اللي انت ما تقعيش فيها هي نقطه ان انت تعرفي قيمتك من غشاء البقاء. ان انت كانسانه او كانثى قيمتك مع بتتقاس، او احترامك بيتقاس بناء على ممارسه الجنس او لا. لانه احنا مش بني ادمين عايشين للجنس. الجنس مش هو كل حياتنا. ما ينفعش ان احنا نبقى مهووسين بالجنس للدرجه دي ان احنا نقيم بعض ونقيم اخلاق بعض بناء بس على الجنس وبس. ده مش معناه ان انا بقول ان هو نبيح الموضوع، ان احنا لان في الاخر كل واحد هيعمل غلطه هيتحمل توابعها، هيتحمل الثمن. فانت قد الثمن ده، انت حر. فدي مش موضوعنا. انما موضوعنا الاساسي ان انت لو وقعت في فخ ان انت تحتقري نفسك من غلطة عشان هي غلطة جنسية والمجتمع كله بيبص لها بصة باحتقار وبعنف شديد، بعنف شديد، النتيجة مش هتعمل أي حاجة غير إن أنت هتيأسي وعندك حاجة من اتنين: يا إما تعيشي في كآبة مستمرة مدى الحياة، يبقى عقاب أبدي ما بيخلصش، يا إما إن أنت تبقي تبيحي بقى الموضوع دوت وتبتدي إن أنت تفقدي الأمل في إن أنت تتقبلي كإنسانة وتتحبي زي ما أنت والكلام ده كله، فتبقى سداح مداح. في الاخر انت برضه اللي هتدفعي الثمن، محدش هيدفع الثمن مكانك لو انت فقدتي احترامك لنفسك. فانت ممكن تستغلي الفرصه دي ان انت تبني بيها نفسك، تبني بيها قيمك ومبادئك واخلاقك، وان انت بالنسبه لك انت تكوني عايشه برقي، رقي غايب عند معظم الناس، رقي غايب عند معظم الناس اللي هي بتدعي التدين وبتدعي الاخلاق وبتدعي بس ما بيطبقوش على ارض الواقع. فالاخلاق مش مجرد الجزء الجنسي، الاخلاق موجوده ومتاحه، فرصه في الصدق، في الامانه، في التعامل، في الجوده، في التنفيذ، العمل. انه تبقى انت عندك رساله وهدف من الحياه تسعي له باستمرار، يكون بناء بالنسبه لك. ما تفترضيش في نفسك ان انت قليله علشان جزء من حياتك انت غلطت فيه. انت مش كل حياتك مبنية على العلاقة الجنسية. فما تسخفيش من نفسك وما تصغريش من نفسك. تعاملي مع نفسك كإنسانة تستاهل الاحترام رغم غلطها، وغلطك بتدفعي ثمنه وبتتعلمي منه وبتطوري من نفسك فيه. وهتلاقي الناس، انت في الاخر في العلاقات انت محتاجة واحد بس يشاركك مستقبلك، يكون مصدق فيكي، يكون محترمك، يكون مقيمك، مش مقدرك مش بس على العلاقة الجنسية اللي انت غلطت فيها، يشوفك انت كإنسانة.